امتى تجري على الدكتور، امتى تجري على المستشفى، وامتى تطمئن. طبعا ممنوع حد يشخص، ممنوع. الذبحة الصدرية الحقيقية قصور الشريان التاجي. قصور الشريان التاجي له أكثر من صورة، لكن الألم بتاعه أي واحد بيقول بنسأله 6 أسئلة. أي واحد، يا بطني 6 أسئلة، يا رجلي 6، يا صدري 6 أسئلة. فين الوجع؟ ساعات واحد بقى يخليك تضحك. الوجع فين؟ يقول لك هنا في الحتة دي كده. فده تقول له ايه؟ ما هو حسب ثقافته، ده بيشاور على جسمه كله. ده الوجع. اقول له شاور بصباع واحد، شاور صباع واحد. يقول لي الوجع هنا. ساعات يقول كلمة تفيدني جدا، يقول لي ما اعرفش اشاور صباع واحد، الوجع مش في نقطة. اقول له شاور بكف ايدك، يقول لي الوجع هنا. يبقى اول صفة من صفات الذبحة او الاسئلة اين الوجع. طب يلا نطبق ده على الاثنين عشان نخلص. الذبحة الصدرية الحقيقية والذبحة الصدرية الكاذبة. الحقيقية الوجع فين؟ في النص، نص صدره. لما يجي يشاور هيشاور كده، هيشاور بإيده كده. التاني الذبحة الصدرية الكاذبة هيشاور تحت صدره الشمال. كان عندنا أستاذنا رحمة الله عليه اللي علمنا رحمة الله عليه، كان عامل حاجة حلوة جدا، يعني يقول لك علامة الكف والصباع. اللي يشاور بكفه يبقى ذبحة حقيقية، اللي يشاور بصباعه يبقى ذبحة كذب. أنا كنت نايب لما اتعلمت منه الحركة دي، كنت نايب طبقتها في عمري. أنا بقالي 55 سنة دكتور، لم تشذ خالص فعلا، مع ان هي مش مكتوبه في كتب، مش مكتوبه، ده ملاحظته. يقول لك فينجر ساين وهاند ساين. هاند ساين انت بتشاور بايدك، غالبا دي ذبحه صدريه. الفينجر ساين اللي هو بتشاور بصباعك، غالبا دي ذبحه كاذبه. ليه؟ لان هو بيشاور بطريقه الالم، الالم بيشكشك فبيشاور لك بصباعه. دوكا الالم حد قاعد على صدره فبيمثلهولك. يبقى رقم 1 مكان الألم فين. 2 نوع الألم ايه. يقول له شكله ايه يا عم الحاج، شكله ايه يا حاجة، شكله ايه يا ابني، الألم شكله ايه. الحقيقي بتاع الذبحة الصدرية الحقيقية يقول لك واحد قاعد على صدري، أو جبت حجر وحطيته على صدري. سهلة، تمام. طبعا له أشكال كتير جدا، ده من ضمن أشكاله حموضة. أنا شخصيا شفت حالات ذبحة صدرية معمول لها منظار. لماذا؟ لأن هو الشكوى حموضة، حموضة طالعة من معدتي على فوق، لا كانت ذبحة. طيب التاني يقول لك وخز دبابيس. وخز دبابيس، الدبابيس بتشكشك فيا حاجة، يبقى الصفة التانية بتريحني، بقول لك تقدر تشخص عليه وانت قاعد على المكتب. يبقى 1 نوع الألم، 2 أين الألم، 3 إيه اللي بيجيب الألم. بتاع الذبحة الصدرية الحقيقية 90% منهم يقول لك الألم بيجي بمجهود. امبارح الأتوبيس مرضيش يقف في المحطة فجريت وراه عشان الحقه، الألم جالي. أنا ساكن في الدور الأول، رحت لواحد صاحبي في الدور الخامس ما عندوش أسانسير، طلعت السلم الألم جالي. ده 90%. تقول لي امال ال 10% دول ايه؟ اقول لك يبقى اي حاجه تانية. ميه ساقعه، لو شرب ميه ساقعه الالم يجيله. لو كان في حته دافيه وطلع في البرد يجيله الالم. يبقى اذا ايه اللي بيجيب الالم؟ ده سؤال مهم. بينما النفسي بقى يقول لك لما حد يزعلني، عمر ما حد بيقول كده.
المفروض يقول لك لما حد يزعل، عمر ما في مخلوق يقول كده، لان كتير مش عايز يسمع كلمة دي حاجة نفسية، مش عايز يسمعها. كثير مصريين يعتقد كلمة مرض نفسي دي شتيمة، ده شتيمة، انا بشتمه، انت عندك اكتئاب، اتشتم.